زيارة سبيد لمصر خرجت عن السيطرة، مشاهد ما حصلتش قبل كده. في دخل مصر وطلع منها قصة تاني خالص. لايك وفولو ولا جينا نبدأ. في أقل من 24 ساعة يوتيوبر أمريكي قلب السوشيال ميديا في مصر، من الشارع للناس مواقف غريبة. ده مش زيارة عادية، دي كانت فوضى في الشارع اسمها سبيد. زيارة سبيد لمصر كانت حدث. مين سبيد واللي أي بلد بيروحها بيتولع. أيوة بيتولع على السوشيال ميديا، في الميديا وفي الإعلام، في كل حتة. كله بيتكلم عن اللي حصل مع سبيد وزيارته لمصر. وسبيد كان ترند لوحده حتى من قبل ما ينزل من الطيارة. رد فعل الناس كان مفاجأة أول ما عرفت. كله اتجمع عليه وبقى كأنه في سوق. حب غير متوقع من الناس. الشارع المصري اتقلب بسببه. احتكاك مباشر مع الناس وفي مواقف عفوية، ومواقف عفوية وهزار وضحك بالصريخ. فرق الثقافة بين بيت وتصادم ثقافات يتجمع بين سبيد بين الشعب. بس الموضوع ما خدش وقت طويل، وكأن سبيد كان عايش في المصر دي. أما عن تصرفات الناس، في بعض الناس شافوها طبيعية وفي بعض الناس شافوها زيادة. لحظات توتر كده خارج السيطرة. ناس بتقول له أنا بحبك، وناس بتقول له المبالغة. أما عن الزيارة نفسها، فالزيارة كانت مهمة لأنها تلاقي ثقافتين، جمهورين، طريقتين في التفكير. سبيد كان فرحان قوي وكان مبسوط بالأهرامات، بالأماكن السياحية، بالمشي وسط الناس. هل بتحبوه؟ أما هو بالنسبة لكم مجرد واحد مشهور على السوشيال ميديا؟ ما تنسوش لايك وسبسكرايب لتقديم الأفضل لحضراتكم. سلام.